يا ترى هتقدر تعيش لوحدك؟ كم واحد فينا عنده شجاعة ان هو يبدأ يواجه ويقول بعرف اقعد لوحدي وبعرف استمتع بالوحدة اللي انا عايش فيها؟ كتير مننا بيسعى طول الوقت ان هو ما يعيش لوحده. معظم المترددين على الجلسات النفسية بيبقى هدفهم الاساسي هم ما يعيشوش لوحدهم، ايا كان نتائج اللي هيعملوه ايه او ايه الخطوات اللي هياخدوها، بس المهم ما يقعدوش لوحدهم. وبناء على ده بيقحموا نفسهم في علاقات يخرجوا منها مهدودين ومتكسرين ومتحطمين مليون حتة. طب عشان أقدر أميز ما بين العلاقة الصحية والعلاقة اللي بيسموها سامة أو مؤذية أو مرهقة ليا، محتاج إن أنا آخد مجموعة كبيرة من الخطوات اللي تأهلني وتفهمني يعني إيه علاقة، وإحنا موجودين ليه، العلاقات دي بتعمل معانا إيه، الفرق بين العلاقة الصحية والسامة. عشان كده هنبدأ مع بعض إن شاء الله سلسلة من المحاضرات المجانية اللي هيبقى أول محاضرة فيها بنتكلم عن العلاقات، وده بداية من يوم السبت اللي جاي إن شاء الله الساعة 9 مساء. لو حابب الموضوع إن أنت تكمل معانا وانترستد بإن أنت تسمع أكتر وأكتر عن العلاقات، ياريت تكتب لنا كومنت وتعرفنا عشان نبعت لك الرابط.